يعاني الكثير من المرضى في بلادنا من عدم توفر العلاج في العديد من المستشفيات الحكومية، وهو ما ينبغي على الجهات المعنية أن تقدم الأدوية الأساسية والإسعافية المجانية وسط تباطؤ يثير استغراب المرضى من عدم اتخاذ إجراءات سريعة قد تنقذ حياة الكثيرين. إلى تفاصيل. ما أنزل الله من داء إلا وله دواء، فكيف إذا أصبح الدواء المقدم من الحكومة مجانا بين أياد عابثة يكون المرضى المغلوب على أمرهم في وضع لا يحسدون عليه؟ ولأن غالبية هؤلاء المرضى فقراء فإنهم يفتقدون إلى أبسط الخدمات الصحية. الآن من خارج هذه الوصفة قيمتها 55,000 ريال، وإحنا يعني ما نقدرش نشتريها. 66,000 ريال. نجي لها لما يقولوا ما فيش علاج، بعت بقري، بعت ذهب مرتين، بعت بيتي، وأنا أعالج في المركز الأول بالسرطان ولا حصلنا إنصاف. معاناة حقيقية يتكبدها هؤلاء المرضى بسبب غياب العلاج، فهنا الصيدلية المركزية الموجودة في المستشفى الجمهوري التابعة لوزارة الصحة العامة والسكان مغلقة وخاوية على عروشها، يبحث فيها مرضى السكر عن أدويتهم التي تحضر يوما وتغيب أشهرا عديدة. الحقيقة لنا تقريبا يعني شهرين أو 3 شهور لم نستلم الأنسولين هذا، وبالتالي كل يوم نجي يقولوا لنا بعد شهر. الصيدلية هي نفسها هذه تبع وزارة الصحة، ما تبعش الجمهورية. احنا بالذات تبرعنا لهم بالمبنى، الآن الفترة القصيرة هذا حوالي 3 أو 4 أشهر يعني شحة العلاج الآن مش موجود فيها. مرضى لم يجدوا من يسمع همومهم فخرجوا بآهاتهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء دون أن تستجيب الجهات المعنية. فالطفل عائش واحد من أولئك، يقول إنه يعاني من مرض وراثي لا تستطيع أسرته شراء دوائه منذ فترة طويلة. نتقبل العملية ولا نفعل، احنا رجلي ما تستنيش، العلاج بيدوني مغذيات ويبل بنشتري باليوم ما يقارب 4,000 ريال، واحنا فقراء. نحن نلتزم وأمامكم الآن أن كل العلاجات الإسعافية والمستلزمات الأساسية سوف تتوفر، ونحن كما تعلم يعني دائرة جديدة، لكن إن شاء الله نعدكم ودون على الأقل حتى أسبوع، وبعد أسبوع تعالوا بأنفسكم وسوف ترون أن العلاجات الإسعافية والمستلزمات الأساسية موفرة. شكاوى عديدة من عدم توفر أصناف متعددة من الأدوية، وعند سؤالنا للجهات المعنية بصرف وتنظيم الدواء نفت عدم وجود نقص في الأدوية، بينما يرى آخرون أن هناك شحة كبيرة في الأدوية لأسباب أخرى. الأدوية كانت في القطاع الخاص متوفرة ولم نشكو من أي نقص في بعض الأدوية في الأدوية. حصل نقص مفاجئ في مادة الألبومين وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفيره عبر الوكلاء المسجلين لدى الهيئة. يعني أن الهيئة ليست مسؤولة عن توفير الأدوية في القطاع العام، وإنما هناك جهات خاصة. هناك البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في وزارة الصحة العامة والسكان مسؤول عن توفير الأدوية الأساسية. البرنامج بيوفر الأدوية ضمن القائمة الوطنية للأدوية الأساسية في حدود الموازنة المتاحة للبرنامج، حيث أن موازنة البرنامج لعام 2012 و2011 كانت 1,176,000,000، وهذه موازنة غير كافية. تجد من بين الأطباء من يتعمد صرف أدوية محددة لشركات محددة لأجل منافع شخصية تخصه، حتى لو كانت كلفة هذا الدواء أضعاف الدواء الآخر، لكن لأنه يحصل على عائد شخصي. أوضاع مأساوية يعيشها المرضى في بحثهم عن الدواء، على الرغم من مطالباتهم المستمرة في إيجاد آلية لصرف الدواء بشكل دائم، فيما تبقى شحة توفر الدواء مشكلة تبحث عن طبيب متمكن يشخص مكامن الخلل. ياسر هادي لقناة اليمن الفضائية، صنعاء. ولمناقشة هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور أحمد قاسم العنسي. دكتور أحمد، السلام عليكم. دكتور أحمد العنسي. دكتور أحمد، هل تسمعني؟ ألو دكتور أحمد.
دكتور أحمد السلام عليكم. دكتور أحمد، دكتور أحمد تسمعنا على الهواء؟ ما زال معنا على الهواء مباشرة مشاهدينا الكرام الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان لتسليط الضوء حول معاناة الكثير من المرضى من عدم توفر العلاج في العديد من المستشفيات الحكومية، وهو ما ينبغي على الجهات المعنية أن تقدم الأدوية الأساسية والإسعافية المجانية وسط تباطؤ هذا الأمر والذي يثير استغراب المرضى من عدم توفر العلاج. يبدو أن الدكتور أحمد العنسي وزير الصحة العامة والسكان لم نتمكن من التواصل معه جيدا عبر الهاتف، نتواصل معه في نشراتنا اللاحقة بمشيئة الله تعالى. إذن وحول قضية تأخر أو عدم توفر الأدوية في عدد من المستشفيات الحكومية في بلادنا للمرضى في عدد من الحالات المستعصية، نعيد الاتصال بالدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة والعامة والسكان. دكتور أحمد السلام عليكم. دكتور أحمد، معنا الدكتور أحمد قاسم العنسي وزير الصحة العامة والسكان على الهاتف. دكتور أحمد السلام عليكم. سامعني؟ دكتور أحمد تسمعني؟ أنا أسمعك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد، حول موضوع عدم توفر الأدوية حسب ما يشكو بعض المواطنين المرضى الذين يعانون من بعض الحالات التي تحتاج إلى توفر عدد من الأدوية لبعض الحالات المستعصية والتي توفرها الحكومة عبر مستشفياتها والصيدلية المركزية. إلى متى برأيكم ستظل مشكلة الأدوية المقدمة من وزارة الصحة لأصحاب الأمراض المزمنة مستمرة؟ أولا أسعد الله بالخير مساءكم لكم والأخوة المشاهدين، وأحب أنا أنوه على شيء مهم جدا، إنه هذه ثالث مرة وعندما تحصل مداخلة معي بيحصل تشويش من الداخل، لا أدري ما سببها. عسى الله يكون يعني خير، يعني خير. الو سامعني؟ ايوه معك دكتور احمد. يعني الخلل هو كان بسبب عدم تواصل الزملاء الى معالجه خط الاتصال، لكن اعيد السؤال عليك دكتور احمد، يعني الى متى ستظل مشكله عدم توفر الادويه قائمه؟ اي ثالث مره بالمداخله مداخله بيحصل تشويش، لكن على العموم حبيبي اساسي. نعم تفضل. احب ان اوضح انه يعني انت تعرف انه وزاره الصحه في عام 2011 في اواخر 2011 قعدت تقريبا 4 اشهر والوزاره مغلقه. نعم. بسبب الاحداث اللي كانت موجوده. نعم. في المنطقه نفسها، وما كان فيش اي دوام ولا كان في اي فعاليه، مما ادى الى تاخر بعض الادويه. اثنين، انه في الموازنه هي يعني ما بتكفيش الاحتياج الكامل بالنسبه لجميع مستشفيات الجمهوريه، والاحتياج بيزداد مضطرد بشكل رهيب جدا. احب ان اقول انه يعني في جهات الرقابه، في جهات رقابيه، يعني كنا احنا بالنسبه للادويه كنا جهزنا وكملنا وبدانا نعمل العقود، الا انه بعض الاخوه التجار، وانت عارف انه بعض الاخوه التجار راحوا اشتكوا وطعنوا في بعض المناقصات يعني بالترسيه، وقعد الهيئه العليا للرقابه على المناقصات طلبت الاوليات واخذت وقعدت عندها شهرين. وطبعا هذا خارج عن ارادتنا احنا كلنا، يعني احنا كنا معدين على اساس انه قبل 3 اشهر بترجع الادويه الى المراكز، لكن طبعا تاخرت وخاصه في ماده الانسولين. الو سامعني؟ ايوه اسمعك دكتور. طيب دكتور، هل فعلا بدات لو سمحت لي تفضل ما زلنا اقول انه يعني البلد يعني الان ما زال يعيش باثار ما حدث في الماضي، لكن احنا طلبنا يعني شحنه عاجله في قبل شهرين وتوزعت في بعض المحافظات، والان في شحنه بتوصل بعد اسبوع، شحنه عاجله بالنسبه للانسولين، وان شاء الله يعني بتغطي بقيه الاحتياجات ان شاء الله. لكن كنت احب انه الاخوه الذي صوروا واللي نزلوا، هم نزلوا وصوروا واخذوا، كنا قلنا لهم يعني حتى طلب منهم الاخ مدير عام هيئه الادويه انهم يعني يسلطوا الضوء انه في الان الوزاره والهيئه نازله بحمله على التهريب وعلى تزوير الادويه وعلى يعني حاجه مشجعه جدا ومطمئنه للناس
ويعني يعني ان الوزاره والهيئه بتقوم بعملها، للاسف انه ما غطوهاش. يبدو انه في حاجه وراء الاتمه. دكتور أحمد، يعني بحسب الزملاء أنه تم الوعد إلى يوم الأحد للتصوير مع المدير العام. أقول لا إن شاء الله خير، ولا أشكرهم على اهتمامهم هذا الرائع، اهتمامهم الزائد هذا. نعم. لكن أقول إحنا بعض بيكون في بعض الناس ضعف المشكلة، يعني لما يجي يعني يلغي لك المناقصة كلها من أولها، هو تاجر يعني عبارة عن تنافس بين التجار، وهذا طبعا يعني ناتج عن اختلال في القانون الحالي، لأنه مش خصوصية بالنسبة للصحة، لأن القانون اللي موجود كأنك مناقصة يعني زي الطريق ولا زي المبنى ولا زي أي شيء، ما في شيء. في بعض الإشكاليات احنا الآن بتفاوض مع الهيئة واللجنة العليا. نعم. طيب دكتور أحمد، يعني بخصوص موضوع متابعة الوزارة يعني في حملتها ضد المهربين للأدوية والأدوية المهربة والمقلدة، أين وصلتم فيما يخص هذا الموضوع؟ هو أنا قلت لك، أنا كلمتك قبل شوية، كنت أتمنى أن الأخوة أنهم يسلطوا الضوء على ما تم، لأنهم نزلوا وصوروا. وهم كانوا عارفين انه في حمله، وكانوا الهيئه العليا ومدير عام الهيئه العليا الادويه بيتكلمهم انه احنا الان في يعني حمله قويه جدا على اماكن، على مراكز التجار اللي بيستخدموا التهريب. نعم. اول في علاجات مزوره على سنه ان شاء الله نتخذ الاجراءات القانونيه، وفي بعد كده حملات على الصيدليات اللي بتمارس البيع للادويه المهربه والادويه المزوره. نعم. وما شابه. فكنت اتمنى انه يعني من ضمن اهتمامكم الكبير والاخوه اللي موجودين في التلفزيون، انا اشكرهم على هذا الاهتمام. نعم. يسلطوا على شيء معين لو في شيء ايجابي. نعم دكتور، طبعا هو ايضا كان اتصلنا معكم يعني لاجل ايضاح هذا الامر يعني حسب توضيحكم الان، لكن هناك وضحت انه يعني كان تواصلنا معكم لاجل طرح هذا المواضيع عن جانب الاهتمام، لكن هناك معلومات يا دكتور تفيد ان هناك اياد خفيه تحاول عرقله قانون التامين الصحي، ما صحة هذا الموضوع؟ هذا الكلام، شوف هذا من الكلام اللي بقول لك يعني في شيء وراء الأكمة. بالعكس الأخوة عاكسين كل يعني بالليل والنهار على إصدار اللائحة، والآن اللائحة بتناقش في وزارة الشؤون القانونية، والأمور ماشية على خير بإذن الله تعالى، وبعد ما تكمل يعني في خلال أيام سيعرض على مجلس أو خلال أسبوع أو أسبوعين يعرض على مجلس الوزراء لإقرار اللائحة، وبعدين تشكل هيئة التأمين الصحي، واتخذ يعني في هذا البرنامج معدل بحسب بزمن معين. ولا في ناس في لجنه مشكله لدى الدراسه الاحتواريه اللي هي بتطلع كم موظفي الدوله، كم معهم يعني اللي سيؤمن عليهم، كل موظف كم سيؤمن عليهم صحيا من اولاده ومن زوجته وابوه، وايضا كم المبلغ اللي هيطلع بالكامل اللي هتتحملها الدوله، وكم اللي هيتحملها المواطن. يعني الان في اقول انه في انجازات كبيره جدا. يعني انا مستغرب انه يعني في مثل الاقاويل وهذه الدعايات وهذه الاغراض، في اغراض ما مش عارفها. اتمنى ان يكون خير، اتمنى ان يكون خير. هذا طبعا ما يروج له لدى المواطن ولدى الموظف يا دكتور احمد، لكن احنا عايشين واحنا مداومين يعني بعد الظهر والصباح وبالمساء، واحنا عارفين على هذا، لكن مش عارفين اللي جاي لكم الخبر هذا. طبعا إذن دكتور أحمد العنسي، شكرا طبعا على جهودكم في وزارة الصحة العامة والسكان في متابعة موضوع التأمين الصحي، وهذه بشرى نزفها عبركم وعبر وسائل الإعلام خاصة قناة اليمن الفضائية إلى جميع الأخوة المواطنين والموظفين في عموم محافظات الجمهورية ومرافق الدولة بخصوص موضوع التأمين الصحي وجهودكم في متابعته. سمحت لي أحب أقول نقطة بس مهمة. نعم. وهي انه التامين الصحي مشروع كبير جدا ويحتاج وقت وجهد كبير جدا، يعني هو طبعا يظل سنوات مرمي، لكن الامور الان بدات تتحرك بشكل كبير وبشكل فعال، والناس كلهم يعني متجاوبين، والوزاره رئاسه الوزراء متجاوبه، وكل الاخوه الوزراء متجاوبين، ويعني الامور ماشيه في خير ان شاء الله. واحنا بالنسبه لنا كان المفروض هذا تحتاج سنتين الى ثلاث لما ينجز، لكن بفضل جهود الناس الطيبين والخيرين ان شاء الله. يعني انا شفت يعني تعاون كبير جدا من وزاره الشؤون القانونيه، وهم مهتمين بيقول لك هذا لنا احنا للموظف نفسه. نعم. وايضا للمواطن ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك الدكتور احمد قاسم العنسي، كان معنا وزير الصحه العامه والسكان، كان معنا على الهواء مباشره مشاهدينا الكرام، ونشكر جهودهم الحثيثه في متابعه هذه الامور، ونحن الى جانبكم دكتور احمد في وسائل الاعلام لمزيد من تامين الجانب الصحي والدوائي في بلادنا. شكرا جزيلا دكتور احمد.